السلام عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه تاع الكريوش سومبوله اللي نديروه بدون آلة التوريق. يجي مورق ويجي هايل وخفيف ومليح مع لاتاي وفي السهره وسورتو في رمضان. فوالا، نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. كما راكم تشوفوا هنايا عندنا كيلو فرينه، باكي خماره، 250 غرام تاع مارغرين وحبه بيض. هنايا انا ذوبت الزبده ديالي على نار هادئه، يعني ما ديروهاش ما تخلوهاش حتى تغلي. ندوبوها هي الاولى ومن بعد هذيك نبداو نخدمو في الكريوش ديالنا. هنا نديرو كيلو تاع فرينه. كيما راكم تشوفون نديرو الكيلو تاع الفرينه، نضيفو له هكذا، نضيفو لافاني وقرصه ملح. انا باسكو ندير البيض عليها لي درت يعني لافاني كميه لاباس بها. نديرو لا ليفر شيميك باكي، في الكيلو نديرو باكي تاع 10 غرام، 10 غرام تاع خميره كيميائيه. فوالا نديرو حفره في الوسط. دوك هاتيك راح نضيفو ليه دام يكون دايب. فوالا قلتلكم ذوبوه على نار هادئه، يعني ما ديروش نار تكون قويه. فوالا دوك نبداو نبسو في لاباط ديالنا، ندخلو هذاك ليدام مليح. بالنسبه للكميه تاع كيلو تخرج لكم حوالي 30 33 حبه، وديروا حسابكم حبه تتكسر في تعسل ولا يعني هي ماكسيموم تخرجك واحد 30 هكا، غادي يكونوا حبه تكون كبيره وشابه. فوالا انا دائما نخدم بالكيلو، يعني نشمخ كيلو نخدمه وبعد نبدا الكيلو الدوزيام. هنا حكمت حبه البيض بعد ما بسست العجينه بهذاك اليدام. نديرو حبه البيض ندير شويه ماء زهر ونبدا نجمع بها العجينه. واذا كان خصنا ماء زهر نزيدو نضيفو ماء زهر. ما نساوش هنا ملعقه الخل، كنت نسيت ما صورتها لكمش. نديرو ملعقه تاع خل طعام العادي. فوالا دوك نبدا نجمعوا الفرين يعني العجينه ديالنا حتى نحصلوا على عجينه هكذا. نبداو نضيفوه. انا هنا الكميه تاع اللي درتها تاع البيض والما زهر ما كفاتني، صافي زدت ضفت هنايا. فوالا تنحصلوا على هاد العجينه ما تكون يعني متلوقه بزاف وما تكونش يابسه بزاف. هنا نجمعها ونعجنها شويه يعني باش هادوك يعني المقادير كامل يتخلطوا بيان وهي تطلق روحها. بالنسبه هنا للعجينه يستحسن تخلوها تريح. وكوم دابيتود انايا دائما يعني الطلبيات تكون كما يقولوا اكسيليري. لازم يعني ناكتيفيو نحطوا نوجدوا طلبيه. صافي هنا ما ريحتش العجينه. كما راكم تشوفون نبداو نحلو فيها ومن بعد نبدا نوريكم كيفاش طريقه التورق. هنا اختي هي اللي يعني دارت معايا، يعني توجور في طلبيات ولا يكون واحد اللي يعاونك في الخدمه باش يعني تكملي طلبيه، سورتو الا كانت فوق ضيق لازم المعاونه. فوالا هنا نديروا المايزينا كيفاش كما راكم تشوفوا راني طويتها ودرت لها المايزينا في الوسط. هذا المايزينا الدور ديالها راح تورق لنا لاباط، هي راح دير لنا هذاك الفيتاج اللي يجي من الداخل. وكما راكم تلاحظوا نستعمل غير الحلال، يعني غير باليد. فوالا هنا دوك نقطعها مستطيلات كما راكم تشوفوا ونعمرها بالمايزينا. توجور عمروها بالمايزينا وسيو يحكموا كاساشي هكا ولا حاجه تاع بلاستيك هكا وغطيوها باش ما ديركمش لاكروت، ما ديركمش هذيك القشره اللي تجيب فوق العجينه. فوالا درك هاتيك نزيد نكمل نورقها كما راكم تشوفوا
واذا لاحظتوا هنا خدمنا كلش باليد، يعني ما درناش آلة التوريق تاع يعني ماشينه تاع البقلاوه. كيما راكم تشوفوا نقعدوا نطويو فيها، نزيدوا نورقوها تاني مور ما درنا هذاك التورق الاولاني. هذا اللي راح يخليها تجي خفيفه من الداخل وتجي فارغه. الطريقه هذه راهي سهله وبسيطه، ويعني براتيك سيرتو الناس اللي ما عندهمش ماشينه، وبالخف توجدوها. كيما راكم تشوفوا هنا السمك نحلوها ماشي رقيقه بزاف وماشي خشينه. هنا نبداو نقطعوا لداخل بالجراره، نحسبوها هكاك 12 ونقطعوا، نديروا 12 لداخل ونقطعوا. فوالا نطويوها على زوج ومن بعد على 4. دوكا تيك تشوفوا كيفاش نوري لكم كيفاش نشكلوها. نقسموا في النص، نفضوها شويه باش ما يبقاوش متلاصقين هذوك طبقات، ومن بعد تيك ندخلوها في القلب في الوسط كيما شفتوا. دوك نعاود لكم واحده اخرى باش تزيدوا تشوفوها مليح. وهنا هاد لي بوينت باش ما تجيناش بزاف خشينه، رققتهم شويه وقطعتهم هكاك شغل في. فوالا هذيك الحبه دوك نزيد ندير معكم حبه باش يعني تزيدوا تحفظوا الشكل كيفاش نديروه. فوالا هنا نبداو نقطعوا، نحسبوا قلت لكم 12 لداخل في الوسط ونقطعوا هكذا. دوكاتيك نطويوها على 2 ومن بعد على 4، نفضوها شويه باش ما يبقاوش متلاصقين الطبقات، ندخلوها في القلب هكا في الوسط ونخرجوها. ومن بعد هنا نبلاطيو هاد يعني لي بوينت في زوج. فوالا هذه هي نكملوا كامل الكريوش ديالنا. هذه هي تاني كاينه نقطه مهمه، كي تحبوا ديروا الكريوش ما ديروش كميه كبيره وتحطوها. انتو ديروا واحد 10 حبات وبداو تقليو، ولا تكون معكم واحده انتو راكم ديروا في الشكل ديالها كما درت انا واختي، واحده تشكل وواحده يتقلي هكذا باش يعني حيكون الكريوش ديالك يتنفخ لك في المقله ويجيك بيان. هذه هي المهم. نتوما ما ديروش هكا كميه كبيره تخلوها تريح ومن بعد تطولوا باش تقليوها، راح تجيكم يعني ما تنفخ لكمش في المقله. بالنسبه للزيت نديروها سخونه مع الاول ومن بعد نقصوا لها في النار ونقليوها. كما راكم تشوفوا انا هنايا ما كانش عندي كيفاش نصور لكم بيان، انا هنا نشد بزوج يدين، مي هنا كنت لا غالب كنت نصور بيد ويد نخدم بها صافي ما وريتكمش كيفاش نفتحها مليح. المهم نتوما حاولوا بالفرشيطه شدوا هذوك لي بوينت في زوج وبداو تفتحوا فيها ورموا عليها الزيت حتى تتحصلوا على شكل يكون ذهبي. هذه هي. انا هنا نكون لحقت معكم انا للنهايه، بقى لنا غير التعسال والجلجران يكون محمص والقريوش ديالنا يكون حاضر. اذا هذا هو القريوش بعد ما كنا عسلناه ووجدناه. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه هذه وتقولوا لي في التعليقات. هذه هي، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.